سلام البنات، اليوم غادي نشارك معكم حريشة ديال دقيق القمح الكامل بالنخالة وبالبصلة. كتجي لذيذه وكتجي هشيشه كما كتشوفوا، كتجي المذاق ديالها رائع. كنتمنى تجربوها. الطريقه ديالها سهله، المكونات ديالها بساطين وكاينين في كل بيت. وغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الحريشه ديالنا. كنحتاجوا ليها جبانيه ديال اولا زلافه ديال الدقيق الكامل بالنخاله كما كتشوفوا معايا. المهم غادي ديروا نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو. انا درت هنايا زلافه ديال الدقيق الكامل بالنخاله. غادي نزيد عليها بصيله مقطعه رقيقه، باش ديروا بصله خضاريه ولا هاد البصله العاديه على حسب الاختيار ديالكم اللي متوفر. كتجي لذيذه بالبصله. غادي نزيد هنايا 3 المعالق ديال الزيت. غادي نزيد الملح على حسب الذوق، ديروا الملح على حسب الذوق ديالكم. وغادي نزيد هنايا ثلث ديال الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه. المهم ثلث، انا درت تندير قياس ثلث ديال هاد الساشيه هادي باش ديروا النص. المهم هاد الخميره على حسب الذوق ديالكم. هي لك ملي كديروها كتجي هاد الحريشه كتجي هشيشه وكتجي رطبه. ما درتوش الخميره ديال الحلوه كتجي شويه قاصحه. المهم بغيتوها صحيه من الاحسن ما ديروش الخميره ديال الحلوه. بغيتوها تجي هشيشه وفتيه كديروا تقريبا راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه وكتجي بها لذيذه وكتجي هشيشه. ديك الخبزه كتجي ولا الحرشه كتجي هشيشه. صافي غادي نخلط بالماء دافي كما كتشوفوا معايا. نخلطوا العجينه، ما غادي نحتاجوا لا ندلكوها بزاف لا والو، غير نخلطوها شويه حتى كتجمع لينا. نخليو العجينه شي شويه مطلوقه، حيت العجينه ملي الدقيق ملي تكون فيه النخاله شويه كيشرب الماء. ما غاديش نحتاج ندلكها بزاف لان العجينه غير تجمع ليا. صافي غادي نحطها. كنتمنى توجدوها في هذا البرد، راه كتجي لذيذه للفطور، كتجي لذيذه في الكوتي وصحيه. غادي نزيد هنا معلقه ديال الكمون. غادي تضيفوا نتوما على حسب الاختيار ديالكم، ديروا الكمون اولا القزبر حبوب مطحون ولا راس الحانوت على حسب الاختيار ديالكم نتوما اللي بغيتو، ولا الزعتر. كما كتشوفوا درت معلقه صغيره ديال الكمون. صافي غادي نخلط هاد العجينه ديالي مع الكمون مزيان. صافي من بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي نجيب المقله. فاش كنطيب الحرشه العاديه غير المقله تكون ثقيله. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غير قطره ديال الزيت، وغادي ندهن المقله ديالي. هاد المقله راه ثقيله، يعني المقله ثقيله فاش كتصاوبوا المسمن والحرشه، هي غتكون المقله ثقيله ما تكونش دوك المقال الخفاف. غادي ندهن هاد المقله ديالي مزيان بالزيت، وغادي نرش عليها بالدقيق من الفوق كما كنوجدوا الحرشه العاديه. صافي غادي نحط العجينه ديالي كما كتشوفوا، وغادي نسرحها في المقله، ندهن يديا بشويه ديال الزيت وغادي نخبزها بهذه الطريقه هذه في المقله. كندهن يديا باش ما تلصقش ليا العجينه في يدي. غادي نرش عليها الطحين من الفوق وغادي نكرس هاد الحرشه كما كتشوفوا.
نحاول نقادها من الجناب. صافي غادي نحطها على الطيب على درجة الحرارة، يعني تكون العافية ما تكونش مجهدة بزاف باش ما تحرقش وما تكون ناقصاش بزاف ما تجيش باش ما تجيناش قاصحة. غادي ندهنها بشوية ديال الزيت من الفوق صافي ونخليها طيب تبدا كتحمر من الجهة التحتانية، ومن بعد غادي نقلبها صافي غادي نبقى نقلبها حتى كطيب من الجوايه بجوج حتى كتحمر من جهات بجوج. تنبقى كنمعس عليها من الفوق باش تحمر دوك الجناب ديال الحرشه من الجهه التحتانيه، يعني ديك الجهه اللي جهه المقله باش تحمر ليا مزيان. وصافي هي الحريشه ديالنا وجدت كما كتشوفوا، تحمرت من جهات بجوج. وهذا هو الشكل ديال الحرشه ديالنا ديال اليوم. بالصحه والراحه، كنتمنى تجربوها، كتجي لذيذه، والمذاق ديال البصله والكمون كيجيو متواتيين وكتجي هشيشه كما كتشوفوا، المذاق ديالها كيجي رائع. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه، وما تنساوش ليا من فضلكم لايك واشتركوا في القناه. مرحبا بكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه.